مرحبا يا حلوين، بصوا معايا. الشاب ده عمره 30 سنة بس بعيون أمه لساته طفل صغير وهي لازم تعتني فيه. بعد ما طلعت شعر باطه ونظفتله جسمه كامل حطتله كريمات منشان يصير نظيف وريحته كمان تصير حلوة. بعدين خدت الشعر اللي طلعته من باطه ولزجاته على صدره. شفتوا العبقرية دي؟ وطبعا ما نسيت إنها تنظفله أظافره وتقطعهم، وهو من كسله واعتماده عليها استناها تلبسله لبسه كمان. وبعد كل ده طلع شاب رائع، وهي ضلت تشوف عليه ومفتخرة فيه. عندها راجل بالبيت، ابنها صاير راجل، وكل شي كان علشان هو عنده موعد غرامي. فطلع فورًا من البيت، بس المفاجأة أمه كمان طلعت وراه وضلت تتفرج عليه من بعيد تستنى بلكي يحتاج مساعدتها. وبعد ما أنطاته الإذن حتى يتصرف ويطلب الزواج من البنت، تدخلت في اللحظة الحاسمة منشان تنضفله سنونه كمان وتحطله عطر لأنه ريحة العرق منه فاحت. البنت انصدمت من تصرفها المقرف، وابنها كمل يطلب إيد حبيبته للزواج، ومن خوفه وقع الخاتم من إيده. بس المفاجأة أمه ما استسلمتش وانحنت هي على ركبتها تطلب الزواج من البنت اللي بدورها انصدمت وقامت مشت وخلتهم. وهذا الشي خلى الشاب ابن أمه يبكي والأم الحنونة الطيوبة تمسح دموعه. في الأخير أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. حبكم لولادكم حاجة جميلة، بس لما الحب ده يتحول لتدليل زيادة واعتماد كامل عليكم ساعتها أنتم بتأذوهم من غير ما تقصدوا. الولد اللي أمه بتعمله كل حاجة طول عمره بيكبر وهو مش عارف يعتمد على نفسه ولا يعرف يتحمل مسؤولية حياته. خلوا أولادكم يتعلموا يغلطوا ويصلحوا غلطهم، يتعلموا يهتموا بنفسهم ويوقفوا على رجليهم، لأن الأم الحقيقية مش اللي تعمل كل حاجة بدل ابنها. الأم الحقيقية هي اللي تربي ابنها يبقى راجل قادر يعيش حياته لوحده.